السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات الدرس الرابع والخامس صفحة 57 كتاب الأضواء علوم الصف الرابع. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول اختار الإجابة الصحيحة. زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء بيتسبب في الاحتباس الحراري. من المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء الرياح. دي متجددة، حاجة نظيفة لا تلوث البيئة، إنما الغاز الطبيعي والفحم والنفط مصادر طاقة غير متجددة يا شباب. عندما يمتزج الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون بتتكون الأمطار الحمضية. صح وخطأ. الضباب الدخاني المنبعث من السيارات بيسبب تلف أنسجة الجهاز التنفسي. إجابة صحيحة. الوقود الحفري لا يسبب تلوثا للبيئة عند احتراقه. هتقوله خطأ. تتسبب الأمطار الحمضية في تماسك طبقات الصخور. هتقوله خطأ. تتسبب عوادم السيارات في تهيج العيون والرئة. صح. اكتب المفهوم العلمي. أمطار بتنتج من اتحاد غاز ثاني أكسيد الكربون مع بخار الماء الموجود في الهواء الجوي. طبعا هتقوله الأمطار الحمضية. ارتفاع درجة حرارة الأرض ببطء نتيجة احتباس الحرارة فيها، ده بيسمى يا شباب بالاحتباس الحراري. صنف مصادر الطاقة التالية لمصادر طاقة متجددة أو غير متجددة. احنا عارفين متجددة المية والرياح والشمس. الغير متجددة البترول والفحم والنفط والغاز الطبيعي. النفط هنقوله غير متجددة. الماء متجددة. الرياح متجددة. البنزين هتقوله غير متجددة. خلاص يا شباب. النفط غير متجدد والبنزين غير متجدد، إنما المية والرياح متجدد. ما تفسر يجب ترشيد استهلاك النفط. ليه يجب ان احنا نرشد استهلاكنا ونقلل استهلاكنا في النفط؟ هتقوله لانه مصدر طاقة غير متجدد ويستهلك بمعدل اكبر من امكانية تجدده. مصادر الطاقة المتجددة صديقة للبيئة. هتقوله لانها نظيفة وغير ملوثة للبيئة. خطورة الضباب الدخاني على صحة الانسان. هتقوله بيسبب هيج العيون والرئة وتلف أنسجة الجهاز التنفسي. بيسبب هيج العيون والرئة وتلف أنسجة الجهاز التنفسي. حلنا صفحة 57. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. أكون متشكرة جدا ليكم علشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة.